اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. وصفتنا النهارده جميله جدا، يا رب تعجبكم. راح توفر معاكي زيت. هتعملي صينيه عرنبيط بطريقه جميله جدا وسهله وبسيطه. ولو اطفالك مش بتحب العرنبيط ممكن يحبوه في الطريقه دي. ما شاء الله، مكوناتنا جميله جدا ومغذيه وريحه وطعم تحفه زي ما انتم شايفين كده. بألف هنا وشفا على اللي بياكل منه. يلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا ومكوناتنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ومعانا المكونات بتاعتنا زي ما انتم شايفين. طبعا انا العرنبطة بتاعتي كنت سلقاها عشان اطولش الفيديو عليكم، ومحضرة كل حاجة. سلقاها زي ما انتم شايفين. معانا كوباية لبن، ومعانا بيضاية، ومعانا ربع كيلو من اللحمة. كنت معصجاها انا بالبصل وحاطه لها البهارات الجميله. ما شاء الله، زي ما انتم شايفين العرنبيط بتاعنا مستوي وجميل جدا. اهم حاجه تسويه تسويه جميله، جميل جدا وتحفه بجد يا جماعه. اللحمه بتاعتنا جميله جدا، مسويها تسويه جميله. معانا كوبايه لبن، معانا بيضايه، ومعانا ربطه كزبره مقطعاها قطع صغيره، ومعانا فصين من التوم، يعني زي معلقه توم كده هرساها. ومعانا العرنبطه بتاعتنا هرسناها زي ما انتم شايفين ونعمناها. نحط البهارات بتاعتنا، الفلفل والكمون ومعلقه الثوم فيها، واجيب الخضره واحطها زي ما انتم شايفين كله مع بعضه كده، واقلبه تقليبه جميله. حطيت ربع كيلو من اللحمه، وحطيت نص معلقه من الكاري عشان تديها لونها اصفر كده وجميل. ويلا بينا نحضره البشاميل بتاعنا. حطينا معلقتين من السمنه واربع معالق من الدقيق. خلي بالكم ان العرنبيط يا جماعه مش بيعوز بشاميل كتير. اقلبهم. بعد كده نروح حاطه كوبايه اللبن، وخليتهم يغلوا ويستووا. وخلاص على كده ما شاء الله، زي ما انتم شايفين مكوناتها جميله جدا. اجيب البيضه واحطها في البشاميل. طبعا انا حطيت في البشاميل فلفل وكمون. اقلبهم حلو. والصينيه اللي كنت عامله فيها العرنبيط، اللي هرست فيها العرنبيط، احط فيها، احط نص البشاميل من تحت زي ما انتم شايفين. طبعا انا يا جماعه اللحمه عصقتها حلو زي ما قلت لكم، وحطيتها في القرنبيط، وقلبتها بالخضره وبالفلفل والحاجات الجميله. اجيب على طول على كده واحط في الصينيه بتاعتي زي ما انتم شايفين. ما شاء الله، ريحتها جميله جدا وتحفه بجد يا جماعه. في ناس كتير ما تحبش ان تهرس العرنبيط، بتسيبها بالقطعه كده وترصها في الصينيه وتكب عليها البشاميل وتحط عليها اللحمه. بس انا حبيت اعمل الحته دي، يعني اهرس العرنبيط حلو، يعني حسب اختيارك. زي ما انتم شايفين حطينا البشاميل من فوق، واحطها في الفرن تستوى وتحمر. وانا طبعا خلصتها، هاخدها على طول احطها في الفرن تحمر من فوق ومن تحت. وحمرت من فوق ومن تحت زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها بجد. واهم حاجه ما تقطعهاش لغايه ما تبرد معاكي خالص وتقطعيها. تحطي جنبها شويه سلطه، شويه بطاطس مهروسه كده او بطاطس مقليه، جنبها بصاره، وتاكليها بالعيش. تحفه بجد يا جماعه، ريحه وطعم راح تعجبك جدا جدا. وزي ما انت شايفين وفرنا زيت. ولو حته ربع كيلو لحمه، اقل من ربع كيلو، راح تعملي احلى صينيه بشاميل بالقرنبيط. الريحه والطعم هتعجبك لو جربتيها. يا رب يكون عجبكم وصفتنا وعجبتكم طريقه القرنبيط، صينيه القرنبيط.